النهاردة وأريد حلا. المشكلة دي كانت محتاجة روقان وأنا بحكيها، فأنا طلعت في البلكونة علشان أحكيها كده بتسلسل وبالراحة، لأنها مشكلة بصراحة من المشاكل اللي نادرا بتقابلني حاجة زي كده، وبصراحة يعني حاجة غريبة. مدام آلاء، ازيك؟ أولا أنا واحدة عندي 35 سنة، متعلمة تعليم عالي ومتجوزة وعندي ولدين. والدي متوفي وليا أخين ولدين غيري وبنتين غيري وأمي. هم عايشين في البلد وأنا عايشة في محافظة تانية مش عايشة معاهم. مشكلتي مع أهلي إن أنا حقانية زيادة عن اللزوم، وبحب أدي لكل واحد حقه. المشكلة تتلخص في الآتي، زي ما قلت إن أنا حقانية. البيت اللي قاعدين فيه ده بيت أبويا وإخواته. بعد وفاة أبويا أمي حطت إيديها على البيت كله ووزعته بينها وبين إخواتي، ولأن إخواتي شوية بيعرفوا يتكلموا ويزعقوا ويجعروا، وقفوا لعمامي وخدوا البيت وبقى وضع يد ليهم. انا وقفت في القصة وقلت لهم لا، دي حقوق وما ينفعش، لازم كل واحد ياخد حقه واحنا ناخد حقنا، يا اما نشتري منهم البيت يا اما كل واحد ياخد حقه وهم يشتروا مننا. المشكلة بقى في امي على اللي عملته معايا، بهدلة وإهانة وطولة لسان معايا، وتسلط اخواتها عليا خلاني، وتسلط اخواتي الولاد والبنات عليا، وتكلم جوزي عشان يكلمني وتقوم الدنيا عليا. وانا مصرة على موقفي لان ده شرع ربنا وكل واحد ياخد حقه. راحت امي عملت لي اعمال، ايوه امها عملت لها اعمال، لدرجة ان انا كنت شارية ارض في البلد جنب بيت اهلي وببنيه، وكنت محراه فبظبط بقى وهدهن ومش عارف ايه. اكتشفوا ان في اعمال معمولالي جوه المحارة في الحيطة، وعرفت انها امي. واحدة من اخواتي البنات هي اللي قالت لي ان ماما راحت لشيخ في البلد وخلته، هو مش شيخ طبعا، ده ما يتقالش عليه شيخ، وخلته يعمل لي اعمال علشان اتلهي في مشاكلي واتعب واعيا وما اتكلمش في المواضيع دي. انا كانت صدمتي كبيرة جدا، مش مصدقة ان امي هي اللي تعمل لي اعمال عشان تفرقني عن جوزي، وتعمل لي اعمال بالمرض، وتعمل لي اعمال بالتعب. حاولت اتكلم معاها ما قبلتش مني كلام وهزقتني وبهدلتني. قوليلي اعمل ايه معاها؟ انا بجد تنحت ومعرفتش ارد عليها. هرد عليها اقول لها ايه؟ بس هقول لها ايه؟ امها ده فعلا لو الكلام ده صح، انا اصلا مش مصدقه كلامها. بس هل يعقل فعلا ان في ام في الدنيا تعمل عمل لبنتها، تعمل عمل عشان تأذي بنتها عشان فلوس او عشان اي حاجه في الدنيا؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ انا مش مستوعبه الموضوع. وقلت لها الكلام ده، قلت لها انا كلامك انا مش مصدقه. قالت لي وقعدت تحلف لي وقالت لي هو ده اللي حصل فعلا، وتحلف وتقسم باغلظ الايمان. قلت لها الحل ان انت تقعدي مع امك ومع كبار العيله، تتكلمي معاهم وتشوفي حل. حاولي تصفي الامور بينك وبين امك، في الاخر دي امك. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن امك برضو تحاولي معاها.
تحاولي مرة ومليون وتريليون، ولكن في حالة ان انتي ما وصلتيش لحل، يعني ابعدي، بس ما تقطعيش. وانتي حاولتي مرة واتنين وعشرة ومليون على قولتك، وعمامك يعرفوا ياخدوا حقهم كويس قوي، ان كان بالقانون بقى او مجالس عيلة او هم مش صغيرين. وكفاكي اللي حصل، وكفى المؤمنين شر القتال. يعني احيانا الواحد بيتدخل بقلب جامد وبيسعى وبيعمل، وزي ما بيتقال المثل ما ينوب المخلص الا ايه؟ تقطيع هدومه. ف يعني عليكي بالقرآن، عليكي بالدعاء لأمك وبالهداية، والدعاء بتيسير الحال. واحنا في ايام مفترجة، ادعي لها وادعي ان ربنا يهديها ويهدي لك للصح. معلش انا قاعده في البلكونه زي ما بقول لكم كده وبتكلم، اصل المشكله خنقتني فما كانتش ينفع احكيها كده وخلاص، كانت محتاجه اقعد على رواقه كده وانا بحكيها. وربنا يهدي ويصلح الحال. يعني والله لو فعلا ده ام تعمل عمل لبنتها، لا ده احنا في اخر الزمان فعلا. وربنا يحمينا ويعافينا من اللي الواحد بيسمعه وبيشوفه، والله العظيم. وربنا يكون في عون الناس كلها يا رب. وشكرا.